هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد، عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده. لو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفونا على طول. بصوا بقى الفيديو بتاع النهارده، ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل لكم المقدمه دي، فانا طلعت واعملها لكم مع بعض، علشان دايما بيقولوا لي اطلعي اعملي لنا المقدمه وانت بتتكلمي معانا. بصوا النهارده طبعا الروتين بتاعنا، انا النهارده الاربع. صحيت الصبح وديت مهند الحضانه، وبعدين رجعت انا وكوكي. في طبعا حاجات جبتها للبيت كانت ناقصه وكده. فدلوقتي هنبدا الروتين بتاعنا. مهند عاوز صينيه كيكه، فانا هعمل له صينيه كيكه. وعندي حبه مواعين اهي، واشتريت كمان صابون مواعين. اوكي، فاحنا هنبدا كده الروتين بتاعنا مع بعض، هنشوف هنعمل ايه، وكمان نشرب كوبايه نسكافيه كده الصبح نفوق بيها. ويلا بينا نبدا الروتين بتاعنا، مش عايزه اطول عليكم، يلا بينا. وحشتوني 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 قد الدنيا دي كلها، بجد وحشتوني قوي. كده احنا هنبدأ بقى الفيديو بتاعنا. عايزة اقول لكم الفيديو بتاع النهاردة يعني حاجة كده لذيذة ولطيفة، وتقريبا كل يوم تقريبا احنا بنعمل الحاجات دي. اول حاجة كده انا دخلت المطبخ وما كانش عندي صابون مواعين، فضيت بقى صابون المواعين بقى في الازازة، وبعدين هغسل المواعين وهشطب الدنيا دي. عايزة اقول لكم المواعين دي كانت من امبارح بالليل، بس يعني الشفشق ده كان فيه عصير وكان فيه حبة، فانا حطيتهم في التلاجة، ما رضيتش ان انا احطهم في شفشق تاني علشان ما كانوش مستاهلين يعني. فبعدين حطيته في التلاجة، وبعدين الصبح بقى خدت كوباية العصير شربتها انا وكوكي، وبعدين حطيت الشفشق كده وقلت ايه هظبط الدنيا كده واخلص كل حاجة. وكمان العلبة دي برضو كان فيها حاجات برضو في التلاجة، والحلة دي انا كنت عاملة فشار بالليل كانت يعتبر نظيفة. المهم ان الحاجات دي حبة حاجات كده كلهم اتجمعوا بالليل. انا اصلا من النوع اللي ما بحبش ان انا اجمع مواعين على بعض في المطبخ، خصوصا ان المطبخ بتاعي صغير فبيكركب من اقل حاجة. فانا من النوع اللي ما بحبش ان انا اكركب مواعين عندي في المطبخ خالص. هنا بقى كنت خلاص خلصت بقى وبشطف المواعين دي كلها وهحطها في مكانها، وبعدين هنبدأ مع بعض زي ما قلت لكم. هعمل صينية كيكة المهند عشان هو كان عاوز صينية كيكة. فنبدأ بقى نعمل صينية كيكة كده مع بعض ولذيذة وجميلة، وهوريكم الخطوات بتاعتها بالتفصيل. كمان كنت عايزة اقول لكم الناس اللي كانت بتسألني على لينك الانستجرام بتاعي، هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت، وهسيبه لكم في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتبعتولي على الانستجرام. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هنا خلاص بقى انا كنت غسلت المواعين وقلت بقى هنبدأ بقى في صينية الكيكة، بس الصراحة كنت مصدعة جدا وكنت محتاجة ان انا اشرب كوباية قهوة. فعملت كوباية قهوة كده معاكم، وقلت ان انا ايه وانا بحضر الكيكة وهروق كده كام حاجة في المطبخ، اشرب كوباية القهوة. تمام.
بصوا هنا انا تقريبا كنت غسلت البتاعه دي اللي هي بحط فيها العلب بتاعه التوابل، باسكت صغيره كده. اصلا هي علب التوابل دي ليها واحده بس، اللي هي بتاعتهم طويله شويه، فالمكان عندي في المطبخ مش مقضيها يعني. فانا ايه بحطهم في دي بحيث ان هي تكون اقصر شويه، فبحطهم في دي تمام كده. هنا بقى كنت بمسح كده الرخامه بالفوطه، وبشرب كوبايه القهوه كده يعني من وقت للتاني اهو زي ما انتوا شايفين. انا دايما كده بحب ان انا لما بكون في المطبخ بحب اعمل حاجه كده اشربها، كوبايه نسكافيه كوبايه قهوه بتسليني كده لحد ما بخلص. وكمان بشغل ممكن اغاني، بشغل اي حاجه على الموبايل. انتوا عارفين ان انا شاشه عندي بايظه لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي انا قاعده من غير شاشه. عايزاكم بس تدعولي كده ربنا يعدل الظروف، وان شاء الله ربنا يفرجها عليا واقدر ان انا اصلح الشاشة، لان بجد الوضع ان انا دلوقتي بقالي حقيقي تقريبا سنة وشهرين من غير تلفزيون. تخيلوا سنة وشهرين من غير تلفزيون الموضوع. عاوزاكم تدعولي بس ان ربنا يفرجها عليا علشان اقدر ان انا اجيب اصلح الشاشة، او ان انا اجيب شاشة كده آه، غيرها، لان والله العظيم الدنيا صعبة جدا والموضوع فعلا مش حلو ومش لطيف خالص. بصوا كده بقى انا كنت هنا جبت الحاجات دي، جبت فانيليا وجبت بيكنج باودر. عايزه اقول لكم البيكنج باودر دي نازله جديده تمام، فانا قلت ان انا هجربها فجبت منها 4. وكمان جايبه فانيليا بالبرتقال، وجايبه فانيليا اللي هي العاديه جدا اللي هي الساده. اوكي، فانا هعملها دلوقتي بالبرتقال. اول مره استخدم الدقيق ده، واول مره استخدم البيكنج باودر دي تمام. انما الفانيليا كده كده فانيليا دريم، واحنا كلنا بنستخدم فانيليا دريم وعارفينها تمام. اول حاجه الدقيق ده اللي اكتشفته وانا لما فتحته كده، انا قلت ان انا هجربه كده مره يعني واشوف الدنيا فيها ايه. انما انا بستخدم دقيق الكوثر. دقيق الكوثر ده حاجه كده لا يعلى عليها في كل المخبوزات وكل الحلويات، بجد جوده حلوه جدا جدا جدا. يعني تستخدميه كده وانت مغمضه عينيكي. فلما انا رحت وما لقيتش دقيق الكوثر قلت هجرب الدقيق ده واشوفه هل هيكون مناسب ولا مش مناسب ان انا اجيبه مرة تانية. عايزه اقول لكم وانا لقيته غامق يعني، اللون بتاعه مش ابيض فاتح، فلقيته غامق درجة. فالمهم ايه يعني ما عجبنيش الصراحة. فقلت خلاص بقى هجيب كيس دقيق الكوثر، وهخلط الاتنين مع بعض بحيث ان هو يبقى كويس يعني. ده اللي لقيته فيه. دي حاجة. الحاجة التانية البيكنج باودر الجديدة دي مش حلوة خالص، ما عجبتنيش خالص يعني. الموضوع طلع مش حلو، وما ادتنيش اللي هي الارتفاع او الوظيفة اللي بتعملها البيكنج باودر. يعني ما خدتش الوظيفة اللي بتعملها البيكنج باودر في الحقيقة، سواء كوكس او سواء من دريم اللي هي كيك شيف او بيكنج باودر بتاع الدريم تمام. فالبيكنج باودر دي مش حلوة خالص، وكان سعرها جنيه ونص، وانا قلت ان انا هجربها بس حقيقي فعلا مش حلوة خالص. اول حاجة انا حطيت كوبايتين ونص دقيق معاهم باكيت البيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض مع ذرة ملح تمام. هنا بقى حطيت كوباية وربع من الحليب وبيضتين، وحطيت كوباية سكر، وحطيت نص كوباية زيت، والباكيت الفانيليا اللي هي دريم تمام كده، ورشة خل. هنا بقى دهنت الصينية بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، وتقريبا كان اخر حاجة في الزيت كده، والحمد لله. المفروض ان انا اشتري ازازة زيت جديدة. وكمان خلاص ضربت الخليط بقى في الخلاط، وهنا بقى جبت المضرب الكهربائي، والحمد لله باركول يا بنات. انا بجد مسحت المضرب بتاعي. كنت كل مره لما اجي استخدم المضرب تقولي لي امسحي المضرب امسحي المضرب. عايزه اقول لكم ان هو اصلا يعني مع الاستخدام الكيكه اصلا بتطير عليه، شوكولاته بتطير عليه، فهو يعني انا يعني بنسى ان انا امسحه بعد الاستخدام على طول. هنا بقى كنت خلاص بضرب بقى الكيكة كده، وبحاول ان انا اخلي الخليط كده متجانس مع بعضه. هنا بقى حسيت بقى ان الخليط هنا تقيل يعني، كان محتاج حبة. فانا مش عارفة يعني هل هو كده حلو ولا مش حلو. وكمان الدقيق ما عجبنيش، حسيت ان في حاجة غلط في الكيكة. تخيلوا والله العظيم وانا بضربها
قلت ايه ده، لا في حاجة غلط مش عارفة هي ايه. طب البيكنج باودر، طب الدقيق، اصل انا محترفة كيكة يعني، والله العظيم بجد انا بعمل الكيكة دي حلوة جدا وبعملها من زمان وما شاء الله عليا، مفيش مرة كده اللي هي يعتبر بتخيب مني. بس انا جربت حاجتين المرة دي، حاجتين جداد، فقلت ان شاء الله خير وربنا يستر وان شاء الله تطلع كويسة. بس الحمد لله طلعت كويسة الى حد ما. بس برضو الدقيق مش حلو ولا البيكنج باودر دي حلوة، فاحنا هنصلح البيكنج باودر، مش هنجيبها تاني، وفي نفس الوقت الدقيق هنخلطه. ده كان شكلها بعد ما طلعت، بس كنت قطعت جزء منها لمهند، وهوريكم دلوقتي هقطعها وهوريها لكم من جوه عامله ازاي. لقيت بقى فيها من جوه فراغات كتير، طبعا انا مش عارفه الفراغات دي تقريبا بسبب ان البيكنج باودر مش حلوه. تمام، هوريها لكم كده، نطلع كده كده مع بعض وهوريها لكم. ده بسبب ان البيكنج باودر مش حلوه، وده شكلها. وهي كانت تقريبا عجنت شوية، بصوا اهي، تحسوا ان هي فيها فراغات. فمش هنجربها مرة تانية، وهوريكم البيكنج باودر ومش هنستخدمها تاني. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم.